السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نوجدوا واحد المخمره او بطبوطه بمذاق البيتزا، كتجي رائعه وكتجي بنينه. كنديروها في الفران صحيه، وكنحتاجوا في المكونات خيزويه، كنحتاجوا فلفله حمراء وفلفله خضراء، بالاضافه الى القرعه الخضراء او الكورجيت، واحد البصله كورجيت وخيزو والفلفله والبصله كنقطعوهم، بالاضافه الى واحد الكفته اللي عندك متوفر في الدار او لادانت او صدر ديال الدجاج. المهم شي حاجه اللي تبنن هذيك الخضره اللي غادي نصوطيها. هنايا حكيت الكورجيت وخيزو وقطعت الفلفله والبصله بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكنزيد عليهم توابل اللي غادي تزيدهم بنه ولذه. كنحتاجوا معلقه ديال الابزار ما تكونش عامره، بالاضافه الى القليل من الملح، وكندير زيت نباتيه. طبعا زيت الزيتون كيف ما تنقول لكم تنديرها حتى الاخر. هاني صوطيت الخضر حتى نزلات، وعاد كنضيف ليها الكفته، ثم واحد الملعقه ديال التحميره، بالاضافه الى زيت الزيتون اللي كتزيد هاد الحشوه هادي واحد البنه رائعه. كنخلي المكونات تشحر، وكنوجد العجين ديالي اللي بالفينو والدقيق الابيض. كنخرج منها جوج ديال القريصات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. تناخذ واحد المول كنطلق فيه القريصه الاولى طبعا بالزيت، كنقرصها مزيان حتى كتاخد الشكل ديال المول. كنحاول نركز على الجوانب كيف ما كتشوفوا باش يجي العجين ديالي مورق مزيان. الا بغيتو تحصلوا على عجينه رطبه ولينه ديما عطيوها الخاطر، حاولوا تعجنوها وترخفوا عليها واحد شويه تطلق، ومن بعد عاد قسموها قريصات وخليوها كذلك تطلق، عاد قرصوها. هنايا بعد ما بردات الحشوه وتاكدت بان الكفته طلقات تماما، غنبدا نعمر بالاضافه الى الجبن محكوك والزيتون بجوج الانواع مقطع. بسم الله، نبدا على بركه الله. حاولوا تتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر باش ان شاء الله باذن الله تنتوما هاد المخمره بمذاق البيتزا تجيكم رائعه وتجيكم بنينه. كنوزع الحشوه ديالي على العجين بهذا الشكل هذا. حاولوا بما امكن انكم جميع الجوانب تملؤوهم بالحشوه باش فاش كطيب وكتقطعوها كتجي الحشوه باينه في وسط المخمره كامله، حيت بعض المرات كنديروا المخمر وكيجيو داك الجوانب التاليين خاويين، مما كيضيع المذاق ديال المخمره ديالنا. هانتوما البنات وانتوما كتعمروا بركوا شويه بالمعلقه على ديك الحشوه، ربما تكون شويه ديال الكفته بقات ما طلقاتش. وكناخذ الزيتون اللي مقطع كنوزعو بهذا الشكل هذا، كل واحد على حسب الكميه اللي متوفره عنده وعلى حسب شنو كيعجبو. كاين اللي كيعجبو الزيتون يكون كتير في التعميره ديال المخمر يكتر، كل واحد والذوق ديالو. انا بالنسبه لي اكتفيت بهذه الكميه هذه، بالاضافه الى الجبن اللي كيعجبني بزاف. كل ما كترت منه كيجيني نفس المذاق ديال البيتزا، وخصوصا فاش كطيبي هاد المخمره في الفران راه كتجي معلكه. شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيجي رائع وشاهي. ان شاء الله باذن الله تجربوها. غناخد القريصه الثانيه وغادي نطلقها مزيان بهذا الشكل هذا، حتى هي كتجي مورقه. وكنحاول انني نغطي العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. حاولوا تتبعوا معايا الطريقه
باش تجيكم ان شاء الله باذن الله ناجحه. كنديروا طرف د العجينه على العجينه وكنبدا نلوي حتى كنكمل المخمره كامله، وكنحصل على شكل بحال الضفيره كيف ما كتشوفوا. هانتوما كنعاود ندهن يدي بالزيت وكنقرصها مزيان وكنركز على الجوانب. اللي عنده الفران ديال الضوء يحاول يسخنه 180 درجه، عاد يدخل ليه هاد المول هذا. وبالنسبه اللي عنده فران ديال الغاز تشعليه وغادي ديري فيه هاد المخمره هادي طيب الفوق حتى كتبان لك بدات كتحمر، عاد كتهبطيها لتحت. وها النتيجه تبارك الله رائعه. وغنشارك معكم التزيين ديال هاد المخمره طبعا بالجبن المحكوك اللي كيزيدها لذه وتعليكه من الداخل ومن الشكل الخارجي ديالها. شوفوا البنات، كنقدمها لكم بالصحه والراحه، كنتمنى انكم تجربوها وتجي ناجحه معاكم. كنشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم، والى اللقاء.